السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى قلنا نعمل الكيكة اللي عاملة ترند كده على النت، اللي هي بالمانجا والكريم شانتيه والكلام ده. تعالوا نشوف احنا عملنا الحاجة ازاي. شوف جميلة ازاي، شوف جميلة ازاي يا جماعة. اهي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا. اللهم صل على النبي. اهو يا جماعة اهو. يلا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. يلا بينا. هنعمل بقى الكيكه النهارده يا جماعه، مش هنعملها في الخلاط زي ما عملتها معاكم المره اللي فاتت. اهو هعملها بالمضرب اليدوي. اول حاجه حطيتها بيضتين اهو. اهو بيضتين. طبعا بقى مفيش بيت بقى ما فيهوش المضرب اليدوي. وحطيت على البيضتين شعره فانيليا اهي. اهي. وهحط معاها كوبايه سكر. هقلب بقى كده، هدوب كده البيض بالسكر كده اهو. تنيت مقلب اهو البيض بالسكر لحد ما السكر داب. اقوم حاطه كوبايه الزيت اهي، واحط كوبايه اللبن اهي. كل حاجه قدامكم اهي يا جماعه، واقلب تاني اهو يا جماعه. بعد ما السكر والزيت واللبن والبيض كله اهو دايب مع بعض اهو، هحط بقى الدقيق هنخله قدامكم اهو. هحط كوبايتين، ادي واحد اهي، اول كوبايه قدامكم اهي. اهي الكوبايه اللي بعاير بيها اول كوبايه، وادي الكوبايه التانيه اهي يا جماعه. بقى يا جماعه كوبايتين الدقيق، حطيت ربع كوبايه اهي نشا اهي، ربع كوبايه نشا. وحطيت باكو بيكنج باودر اهو يا جماعه. اللهم صل على النبي اهو. يا جماعه المبتدئين كل الكيكه سهله مش صعبه، مفيش حاجه صعبه. جربي واعملي وانت هتلاقي كل حاجه سهله معاكي، ماشي. وذره ملح او رشه ملح فتفوته اهي، حطيتها على الدقيق. اقوم نخله كل ده كده قدامكم اهو، واقلب الخليط اهو بالمضرب. يعني اللي مش عايزه تعمل في الخلاط وتعمل على ايديها، كل حاجه قدامك اهي وسهله، بس هتاخد منك وقت اهي. اصغر صينيه عندي خالص في الطقم، ودهنتها ماده دهنيه ورشيت عليها الايه، شعر الدقيق كده، دقيق او دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسه اهي. الخليط اهو بالحجم ده اهو، ولا تقيل قوي ولا سايل قوي اهو. اهو يا جماعه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهو. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. متنسوش يا جماعه تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه. وانا قايده الفرن قبل ما اشتغل على درجه حراره 180 بس، وهروح احطها. لازم قبل ما احطها لازم اهزها كده واطلع الهواء اللي فيها يعني عشان ما تقبش من النص، تطلع مستقيمه. وهروح احطها في الفرن واسيبها قيمه ايه 25 دقيقه 30 دقيقه حسب الفرن بتاعك. يلا يا جماعه نشوف هنسويها ازاي. دي ملهاش امان. عملت بقى الكريم الشانتيه اهون، وعندي الكيكه استوت اهي يا جماعه، استوت ورحت مطلعاها مغطياها. ليه؟ عشان عايزاها تبقى طريه اهي يا جماعه. اهي شوف طريه ازاي اهي، طريه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله ما شاء الله يعني اهو. شوف حاجه طريه جدا اهي. هغطيها تاني اهي عشان ايه تبرد وتبقى مع نفسها كده طريه، واحط الكريم شانتيه ده في التلاجة ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. الكيكه بعد ما استوت اهي وبردت خالص خالص، انا بقى عايزه اشيلها من الصينيه دي، مش عايزه اسيبها في الصينيه. فانا هشيلها في ايه، في الطبق ده، الطبق ده اهو. اهي شلتها اهي من الصينيه اهي. هقلبها بقى على الناحيه التانية اهي. همسكها بقى اخرمها بشوكه كده، اخرمها بشوكه اهي يا جماعه اهي. ليه؟ عشان تشرب مني السائل اللي انا هسقه لها اهو. هقوم اهي كوبايه لبن او كوبايه الا ربع زي ما تحبي اهي. يا جماعه سقيتها هي كلها اللبن.
هقوم حاطه لها بقى الكريم شانتيه اللي انا ايه ضرباه معاكم اهو. هقوم حاطاه بقى على الوش. وهو يا جماعه بعد ما حطيت الكريم شانتيه اهي، هقطع بقى المانجايه، اقطعها بقى خرط صغيره كده اهي. اهي المانجايه اهي 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 يا جماعه اهي. المانجا بقى طالعه ترند اليومين دول، فقلنا ايه نقطع مانجايه اهي. يلا نشوف نقطعها مكعبات كده ونيجي. وهو يا جماعه مسكت المانجا قطعتها قطع اهي صغيره كده، واقوم بقى ايه رايحه حطاها على الايه على الكيكه اهي. المانجا اليومين دول عاملين ترند جامد قوي على النت بالمانجا اهي يا جماعه. امسكها بقى اوزعها عليها كلها كده بالشكل ده اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك. ادي الكيكه اللي بالمانجا اللي عامله ايه مسمعه على النت اهي يا جماعه. عملنا كيكه عاديه خالص وزيناها بالمانجا والكريم شانتيه. بس هنحطها بقى في التلاجة تجمد شويه كده، وبعدين نقطعها، لان مش هنعرف نقطعها دلوقتي لان هي لسه سايبه. بس هنسيبها بقى في التلاجة ساعه ايه قيمه ساعتين كده ونقطعها اهو يا جماعه. بعد ما سبتها ساعتين اهي في التلاجة اهو، طلعتها وقطعتها اهي جميله اهي بالشكل ده اهي يا جماعه. وبالهنا والشفا، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا لنا في القناه. باي باي.